انت مستني ايه؟ فاكر انها حل الماتش؟ انت رايح لي انا؟ انت رايح كنت قال لا بعيد عن الحلقه. بس انت كنت قال يعني ايه داخل تتفرج على تحليلات ماتش؟ يعني انت مش كفايه عندك ان انت ضيعت وقت 90 دقيقه من عمرك في الفرجه، واكيد دافع فلوس للقهوه، واكيد نزلت قبليها ساعه وبعديها ساعه، مش همك تاكل وكمان عايز تزود ان انت تتفرج على اللي بيحلل الماتش؟ ومش باقي لي كنا بشغل الفيديو اصلا تكش تتفرج علشان كده. ايه الاسترخاص ده؟ انت مسترخص وقتك ده بالعكس، ده انت دافع فلوس، انت دافع فلوس في القهوه. وبعدين لما تفضل فان كده لحد امتى؟ يعني هتفضل على طول انت بتتفرج الى الكرة ما يعرفش عنك اي حاجة، بتروح تدفع فلوس عشان تتفرج عليه؟ الناس اصلا بانية امجادها ونجاحاتها كلها عليك. ما اي مشروع بعد ما ينجح بيقول انا نجحت بسبب جمهوري، نجحت بسبب جمهوري. الكلمة تبان من مرة حلوة انما هي من جوه مصيبة. يعني نجحت بسبب جمهوري، يعني بسبب وقت جمهوري، بسبب اهتمامهم بحاجة تافهة ملهاش لازمة. انت استفدت ايه من الماتش؟ nothing ولا اي حاجة. في ناس بقى بتقول اصل لا الماتش بالنسبه لي حاجه متعه، انا بستمتع بيها نفسيا. انا بستمتع بالماتش اللي انا بتفرج عليه. انت جيت انت تتفرج ليه يا حبيبي؟ ودعواتك ليه في الماتشات والحاجات دي؟ يقول لك انا مستمتع، يقول لك انا بستمتع. اللي زي بقى مش كده. يعني على الاقل لو واحد دفع 7 جنيه كوبايه شاي على القهوه وقعد 90 دقيقه من عمره مضيعها. اللي بيضايقني ان انا بلاقي ناس والله بتسافر وبتدفع فيزا وتأشيرة وبتاخد معها فيراتها والبامبرز بتاع العيال، ولو في مرضاتهم بيسيبوا مرضاتهم يمشوا، وبيعطوا طيارة وبيسافروا وبيقضوا ساعات وبيحجزوا ليلة في فندق وبيدفعوا تذكرة الماتش عشان يخشوا يتفرجوا على 200 ماتش. عشان يتفرجوا على ماتش كورة، عشان يتفرجوا على يا جماعة كمية التفاعلات. أنا جاي النهاردة مش جاي أتكلم عن الكورة بس، أنا جاي أتكلم على فكرة إن أنت فان. أنت فان في كل حاجة، في الممثلين أنت بتتفرج عليهم، المغنيين، الناس اللي بتروح حفلات الراب. يعني إيه تروح حفلات الراب يا اسطى وتروح تسأله يقول لك أنا برفع عن نفسي؟ ده اسمها برفع عن نفسي. يعني أنت بتعمل حاجة لنفسك، إنما أنت بتروح ترفع عن النجم اللي أنت رايح له. يقول لك لا أصلا بس أنا بستمتع بإيه؟ بتروح بقى حفلة معمول معانا بليمة والحاجات دي تبع حاجة مش تبعك. وبعدين طيب دافع 1500 في حفلة عشان تتفرج على حد بيغني؟ ده شايفه أصلا على بعد 2 كيلو حاجة صغيرة فشخ ماسكة مايك وما تعملي كده؟ هو ده الترفيه عن نفسك؟ والله أنت لو كنت جبت خمرة ميوم وقعدت سهرة حلوة كان هيبقى أفيد. على الأقل كنت هتبقى رفعت عن نفسك. انت رايح تدي فلوسك هتترفع عن نفسه هو. فعقلية الفان ابعد عنها، أصلا بتتقال كإهانة دلوقتي إن أنت فان. تقال إن أنت فان عن كذا، إن أنت فان عن كذا، بس لسه في ناس أنا تمام، لا أنا بحبك، أنا أتفرج عليك بس أنا خد فلوسي وخد لباسي وأنا أمشي وراك وهاجي وراك في أي حتة عشان بس أتفرج عليك. هو ده الفهم. أنا عمري ما كنت فلاحت. لو حد أنا معجب بيه بسبب إن في طريقة معينة أو حاجة ضغطتها عليه عايز أتعلمها منه، يا إما بيبقى حتى أنا شايفه مدرس ليا أو منافس ليا. أنت لو بتتفرج عليا وشايف ده قدوة صدقني إما أنت مالكش ناس. النظرة الوحيدة اللي أنت هتشوفني بيها هتشوفني كمنافس. ده النظرة الوحيدة اللي أنت تشوف. أنا مش قدوة، أنا مش من الأنبياء، أنا مش من الناس اللي ماتت اللي أنت لازم تسعى فشخ عشان تبقى زيها. أنا واحد عايز زيك، وانا واحد عايز زي اي رابر، وانت زي اي رابر، انت زي اي لاعب كوره. ليه بتضيع وقتك ومجهودك في حاجات زي ليك؟ اللي انا عايز اقوله اوعى 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 ده مجرد ساذج وبتاخد مخدرات. يعني ايه مخدر؟ حاجه بتدفع فيها فلوس فبتاخدها بتتعاطاها فبتحسسك باحساس كويس لمده معينه. المده دي تخلص بترجع تندم على الفلوس وعلى المجهود والصحه اللي انت عملتها. طب ايه اللي بيحصل؟ ان هي بتفصلك عن الواقع. ده اللي بيفرحك. النشوة في المخدر او النشوة في اي حاجة ان هي بتفصلك عن الواقع. طب ما نفس الكلام اللي بيحصل
الشخص اللي انت بتروح له تحضر له حفلة ده، ما انت بتدفع فلوس وبتتعاطى الاغاني وبتتعاطى المود بتاعه، تبقى عايش وخاطرا بعيد عن الواقع. تخلص الحفلة تحس ان انت اكتئبت، تحس ان حاجة، تحس ان انت اتطفيت كده، في حاجة خلاص راحت منك. ايه اللي بيحصل؟ ان انت ده مخدر. دور على معنى المخدر على النت هتلاقي ان هو كده بالظبط. ايه السلسلة دي بيمشي فيها؟ اللي انا عايز اقوله لك، ركز على الواقع. واقع مهما كان وحش بس هو ده اللي انت هتعيشه، ده اللي هو هيتطبق. اللي على موبايلك مش واقع، المعنويات والطموحات العالية اللي عندك والأحلام اللي انت بتسعى تحققها مش واقع، ومش هو ده اللي هيتطبق. اللي هيتطبق الواقع. فطالما حاجة هتمشي كلمتها عليك، الأحسن إن أنت تتعامل معاها أحسن ما تعمل كده وفجأة تلاقي ألم نازل عليك منها. أي حاجة تبعدك عن الواقع ابعد عنها. الممثل اللي عمل لقطة حزينة جدا في الفيلم وصف فيها إحساسك وقد إيه الحوار ده فعلا مؤثر ولمسك من جوه، وانت خدت اللقطة من هنا خدتها نزلتها ستوري للممثل ده، والله ما يعرف عنك أي حاجة. ولو شافك في أكأب حالتك وانت بتدمر وطالع لأمك مش هيتعاطف معاك. هو بيحاول يوصل الشابوه ده عشان لما ينشهر هيجيله فلوس. ده اللي هو ما بيعمل فلوس من عياطك، هو بيعمل فلوس من الاثر اللي بيديه عليك، وانت شايف ان هو حاسس بحالتك قوي. وانا والله انا امير عيد جدا على فكره، يعني انا امير عيد كيف انا امير عيد يا اسطى. فين دلوقتي انت فين؟ انت بتعيط على كلامه في الستوري وهو الله اعلم فين دلوقتي. اكيد في حال احسن من حالك بسبب ان انت مديله وقتك ومجهودك. كوبليه في الاغنيه اللي حسيته بيلمسك قوي من جوه وحزيني، او حسسك ان انت جامد فشخ وقد ايه الاغنيه دي جامده انت متخيل قد ايه الموضوع سوداوي؟ موضوع فيه تلاعب نفسي كبير اوي. انا اخلي شخص معين يعيش حاله فرح، حزن، اكتئاب، تحفيز، شغف، اي حاله من الحالات دي انا عايشه فيها عشان اخد منه فلوس، انما انا اصلا ما عنديش مشاعر تجاه الحاله دي. انت بتحس ان لما تنرج على حالتهم وتشوف هما بيعملوا ايه، هتحس ان هما ممثلين، هما كل اللي بيعملوا انهم ممثلين، وهو ده دورهم ان هم يقنعوهم بتمثيله. وفي النهايه اي حد انت واخده قدوه، حتى لو انت واخدني قدوه ما اعرفش ليه، ما تاخدنيش قدوه، خدني كمنافس، ما تاخدش اي حد ليك كقدوه الا من الناس بقى اللي ماتوا بقى، الناس اللي هم مش ليك زيهم. لما المنافس هيحركك اكتر، المنافسه على الاقل هتخليك تعمل حاجه. انما قدوه، انا بحبك، انا عايز ابقى زيك، مش توصل لحاجة. انا غراب. وبعد الحلقة دي المفروض ان انت تطبق كلامي وتشيل السيستم بتاع الفان في دماغك. انت مش فان من دلوقتي، انت بس بتتفرج وبتعجب بالحاجة اللي بصورة ما هتفيدك، مش هتفيد المغني اللي انت رايح له، ولا الممثل اللي انت تتفرج عليه، ولا لعيب الكوره اللي انت رحت سافرت له بلاد عشان تحضر له ماتش. هو اصلا مش هيعرف يرمي عينه عليك عشان يشوفك. مفيش اي حاجه من الكلام ده. الحاجه الوحيده اللي انت بتحبها وبتعجب بيها وبتبذل مجهود تجاهها، سواء كان مجهود او فلوس او وقت، هي الحاجه اللي هتفيدك. بس انا غراب. تبدأ تحت في الكومنتات ايه الموضوع اللي انت عايز تتكلم عنه، عشان في مواضيع كتير قوي في العالم عايزين نتكلم عنها. متنساش تشترك في القناه، تعمل لايك، وابعت الفيديو ده لحد فان وارد وطن.